العمله ديال البيتكوين طلعت للسما، كلشي كيهضر على البيتكوين وكل نهار كيبانوا دي مليونير جداد بالبيتكوين. كنهضر في بضعة اشهر اللي دازت من 20,000 لاكثر من 73,000 دولار. كلشي باغي يستغل هذه الفرصه، كلشي عاجباه حيت فلوس ساهله وبالزربه. علاش هذا البيتكوين طلع وشنو هما العوامل ولا العامل الواحد اللي خلاه يطلع للسما ومازال غادي يطلع، واش باقي غادي يزيد يطلع، وشنو كيقولوا المستثمرين الكبار، شنو هما المستويات المتوقعه اللي غادي يوصل ليهم هذا البيتكوين، واش انت ولا انت اللي كتفرج فيا خاصكم تستثمروا ولا لا، كيفاش هذا الشيء خدام، شكون هما الناس اللي كيشريو. اليوم نطلب منكم واحد 5 ولا 6 دقائق من وقتكم، غادي نبسط لكم بالديتاي شنو واقع، وبغيت اغبى واحد اللي ما كيفهم حتى شي عمله رقميه يفهم شنو هو البيتكوين، واش غادي يطلع ولا غادي يزيد يهبط. وبغيتكم تركزوا معايا، الله يجازيكم بخير. هادشي ما غادي تلقاوه لا في راديو لا في التلفازه. اليوم غادي نشرح لكم علاش البيتكوين طلع وواش مازال غادي يطلع ولا غادي يهبط. بغيتكم تركزوا معايا. هذا الاسبوع اللي فات البيتكوين غادي يوصل لاعلى مستوى تاريخي ديالو ما عمره وصل له من قبل. من نهار تخترع كنهضر على اكثر من 73,000 دولار لكل بيتكوين وحده. بيتكوين 73,000 دولار. دابا قبل ما نقول لكم واش هذا البيتكوين غادي يزيد يطلع ولا غادي يهبط، بغيتك تعطيني واحد دقيقه ولا جوج من وقتك نشرح لك بكل بساطه شنو هو البيتكوين. وبكل بساطه هو عملة رقمية مشفرة جا اخترعها واحد خونا اللي حتى شي واحد ما عارف الاصل ديالو، تحت واحد الاسم كيقولوا ليه ساتوشي ناكاموتو. شنو هو الهدف ديالو من هذا البيتكوين؟ هو يخرج واحد العملة كتنافس الفئات ديال العملات اللي كنتعاملوا بهم دابا بحال الدولار وما جاوراهما. كيقول لك هاد الناس كيقدروا يطبعوا شحال ما بغاو ديال الفلوس، كيوقع واحد التضخم. فاش كيطرا داك التضخم القيمة ديال الفلوس كتهبط وما تبقاش عندها قيمة. السيد قال لهم انا غنحارب هاد الشيء، غنخرج واحد العملة اللي السوبلاي ديالها واللي العدد ديالها غادي يكون محدود ل 21 مليون بيتكوين. غادي يكون محدود علاش؟ حيت كيسميه الذهب الرقمي. فحال الذهب الا جبتي الذهب اللي كاين في الكره الارضيه كامل راه محسوب ومعدود، ماشي بحال الفلوس اللي كيوركوا على بطونه وكيبقاو يطبعوا شحال ما بغاو. بحال داكشي اللي طرا في كوفيد وداكشي علاش وصلنا للتضخم. وهاد العمله مصوبه بواحد التكنولوجيا حديثه وامنه سميتها البلوك تشين. بلا ما نزيد ندوخكم الاخوان، هذه واحد التكنولوجيا كتخلي العملات بين الناس بحال البيتكوين امنه ومحسوبه ومضبوطه. فهمها فحال هكا. ايوا خوتي خواتاتي، هذه عامل البيتكوين غادي يوصل لاعلى مستوى ديالو ل 68,000 دولار، هو يعاود يدردب وهبط ل 20,000 دولار، من 68 ل 20,000. وكانوا كيقولوا هو الدار الا كانت الحروب ولا كانت لا ستابيليتي ولا كان التضخم غادي يطلع، وما طلع ما حتى لعبه، بالعكس زاد هبط. وهنا بزاف ديال عباد الله اللي يضيعوا الفلوس ديالهم. وهذه بضع اسابيع كنت في مدينه مراكش وجا عندي واحد السيد وجلست معاه وقال لي ضيعت مليار و200. سمعتيها مزيان؟ قال لي مشات ليا غير في البيتكوين. هاد السيد كيبني عنده اراضي، شد فلوس وشد عرقو ومشى حطو في البيتكوين حيت بقاو كيقولوا البيتكوين غادي يزيد يطلع. وامتى شرا فاش كان 68,000، وامتى باع فاش هبطت ل 15,000. حيت قال لي خاف يطيح وهبط للزيرو. وهذا الشيء اللي طرا الاغلبيه ديال الناس، فاش كيكون طالع كلشي كيهضر عليه وكلشي كيشري، وفاش كيهبط كلشي كيبيع. وهذه هي اللعبه ديال البيتكوين. خاصكم تفهموا هو راه شخص ضد شخص، واحد رابح وواحد خاسر. فاش الطلب كيطلع القيمه ديالها كتطلع، وفاش الطلب كيهبط وكلشي كيبدا يبيع القيمه ديال البيتكوين حتى هي كتهبط. يعني حاجه وحده اللي كتطلع هي الطلب. فاش بنادم كيشري هو كيطلع، فاش بنادم كيبيع هو كيهبط. فهمها فحال هكا. وهذه عامين بقى هابط المستويات كيخلعوا حتى لهذه بضع اسابيع وبان لينا بدا كيطلع، بدا يقلع، بدا عاوتاني كيهضر عليه بنادم. وهذا الاسبوع اللي فات غادي يفوت 73,000 دولار، مستوى تاريخي وجديد. علاش دابا؟ شنو اللي خلاه يطلع؟ تبعوا معايا خوتي خواتاتي. شحال هادي كنت درت لكم واحد الحلقات على جوج شركات اللي كانوا كيتحكموا في العالم كامل، واللي هما الدوله العميقه ديال بصح، هما اللي كيتحكموا في الجو بايدن، هما اللي كيتحكموا في الحروب، هما اللي كيتحكموا في العقول، هما اللي كيتحكموا في الميديا، هما اللي كيتحكموا في الفلوس. وهاد البيتكوين كان برزتهم. حيت هاد ساتوشي ناكاموتو فاش بغى يحارب داك الفيات كانسيز الاخرين خرج هاد التكنولوجي بالبلوك تشين. اهم الخصائص اللي فيها هي ان الاشخاص اللي كيتباعوا كيتشاراو فيها مجهولين، بعد على الرادار ديال الدوله، بعد على الرادار ديال الشركات الكبار اللي فحال بلاك روك وفانغارد اللي هما اللي كيتحكموا في العالم
العالم وبغاو يشدوا هذه العمله الرقميه وبالاحرى البيتكوين، بغاو يتحكموا فيها حيت كيشوفوا بزاف ديال الترانزاكسيون هاربين عليهم. شويه بداو كيهضروا على تبييض الاموال، المهم لقاو لهم بزاف ديال السبات باش يكونتروليو البيتكوين، وهي طيح عليهم واحد الفكره، وهاد الفكره طاحت عليهم هذا عام. خرجوا الاي تي اف ديال البيتكوين، جات بلاك روك وجات فانغارد، جاو كبار المستثمرين اللي متحكمين في هذا العالم هما يخرجوا صندوق التداول على البيتكوين. هاد الاي تي اف ولا صندوق التداول كيديروا على بزاف ديال المواد. شنو كنعني بهذا الشيء؟ مثلا بزاف ديال الناس كتسمعهم كيشريو البورصه وكيشريو الذهب، راه ما كيشريوش الذهب، هذاك اللانغو لا كيشريو الاسهم ديال الذهب، وداك الاسهم ديال الذهب ديال الشركات اللي كيملكوا داك الذهب ديال بصح، هما كيخرجوا صناديق التداول كيديروا على الذهب، كيديروا على الفضه، كيديروا على بزاف ديال المواد. كيجي بنادم كيشري ستوك من داك الماده وكيخرج صندوق التداول، العباد الله اخرين كيبداو يشريو اسهم من داك ستوك اللي هو عنده. وهذا الشيء اللي داروا بلاك روك، مشاو شراو بين 1 حتى 2% ديال البيتكوين اللي كان في السيركولاسيون في السوق ولا ديالهم، وخرجوا هذا صندوق التداول، مشاو كيقلبوا على كليان جديد اللي غادي يجي يشري منهم هاد الاسهم. هاد البيتكوين ولا ديالهم، ولكن انت فاش كتجي كتشري غير سهم منه عند بلاك روك وعند فانغارد، انا راه كتولي داخل في الرادار عندهم، وانت ما تملكش البيتكوين، كتملك غير سهم من داك البيتكوين اللي كيملكوا هما. فحال الذهب كيقول لك راه شاري اسهم ديال الذهب، راه ما عندوش هو الذهب، عنده غير سهم من الاسهم اللي عند الاخرين. وهذه طريقه باش تكونترولي هاد البيتكوين. وهاد الاي تي اف اللي خرجوا سميتو اي شيرز بيتكوين، ودارتو بلاك روك بشراكه مع جي بي مورغان، وحده من اكبر الابناك في العالم، يعني الكبار دابا دخلوا لهاد الجيم. وفاش اعلن على هاد الشركه ولا الاي تي اف نقصت القيمه ديال البيتكوين ب 64%. علاش؟ حيت مشاو كيشريو في البيتكوين وعاوتاني الطلب كيطلع. قلت لكم فاش كيشريو راه الطلب كيطلع والبيتكوين كيطلع، فاش بنادم كيبدا يبيع يعني البيتكوين كيهبط. ودابا هاد الشركات مشاو كيقلبوا على كليان، واهم الكليان عندهم هما دوك البومرز، هما دوك الناس الكبار اللي في امريكا اللي عندهم التقاعد وكيعطيوه الناس بحال بلاك روك وبحال فانغارد وبحال الصناديق الاستثماريه الكبار. هما هذوك الناس المتقاعدين الكبار اللي كيمشيو يعطيو لهاد الناس يستثمروا لهم الفلوس ديالهم، وقالوا لهم غادي ناخذوا واحد الفئه من فلوسكم ونستثمروها في البيتكوين. وهاد الناس شحال تقول عندهم ديال الفلوس؟ 19 تريليون بالتي ماشي بي، 19 تريليون دولار. هاد 19 تريليون دولار قالوا غادي ياخذوا منها واحد النسبه وغادي يشريو بها الاسهم لعباد الله من هاد البيتكوين اللي هما كيمتلكوا. المهم اخوتي خواتاتي بلا ما نزيد ندوخكم، السؤال اللي كتسناو فاش شراو ما شراوش باعوا يدبروا راسهم، واش هادشي غادي يطلع، واش هادشي غيتزاد القيمه ديالو ولا غادي تهبط؟ كاتي وورد هي وحده من كبار المستثمرين في امريكا وفي العالم، وفاش كتهضر كلشي كيسمع ليها. قالت ان البيتكوين قريب يوصل لمليون ونص ديال الدولار. الكل بيتكوين دابا شحال واصل؟ 70,000، وقالت غيوصل لمليون ونص ديال الدولار، حيت عباد الله جالسين كيشريو وجالسين كيدخلوا الفلوس ديالهم. فاخوتي خواتاتي كلشي كيتوقع ان البيتكوين غادي يطلع، حيت الكبار دخلوا لهاد الجيم بداو كيشريو. ولكن هنا عندي لكم واحد النقطة مهمة اخوتي خواتاتي بغيت نشيرها معاكم، هي ديال ان هادشي كله زهر وهادو عوامل خارجية اللي خلاو البيتكوين يطلع. ما يجيش شي واحد يقول لكم انه علم وانه كان كيتنبأ وانه كان كيتوقع بلاك روك غادا تمشي تشري هاد البيتكوين وغادي يطلع. لا، كلشي كان خايف، كلشي كان كيقول انه غيهبط للزيرو بحال داك السيد اللي باع وخسر مليار و200 مليون، حيت ما كانش الطلب وما كاينش اللي كيتحكم في الطلب من غير الا كنتي انت مع بلاك روك. وهذه الاخوان راه ماشي مهاره، هادشي كيتسمى بالعربيه التعرابت الزهراويه، تقدر تصدق ليك تقدر لا. وهادو الناس اللي كيمشيو كيشدوا فلوسهم وفلوس وليداتهم وفلوس عرق كتافهم وكيمشيو يستثمروا في هادشي، كاين اللي كياخذ الكريدي ويمشي يحط على هادشي. راك اخويا ولا اختي كتغامر. انا اللي بغيتكم تدخلوا في راسكم هي انه باش يطلع ولا باش يهبط راه ما كاينش شي علم، كلشي كان جالس، كلشي كان ناس البيتكوين حتى جات بلاك روك وجي بي مورغان وعلنوا على الاي تي اف هو يطلع. دابا الله يجازيكم بخير، كنطلب منكم حاجه وحده، انا درت الابحاث ديالي، درت المجهود ديالي باش نوصل لكم هذا الميساج، فكنتمنى يكون كلشي واضح وكلشي فهم. فنتلاقاو في حلقه جديده مع بلان جديد. بيس.